عن التسعة اللي اتقبض عليهم في الاسماعيلية وجم سلام. ليه ما اتكلمناش على قيادات الاخوان جميعا والقيادات الصف الاول كلها واللي هي اخطر من الخطورة؟ ما كل واحد انجاب من بيته سهل جدا، ما كانت ممكن تتعمل فيلم ولا حاجة وخلاص تصفية ابدا. هناك تقتيل مواقف. اللي انا عايز اقول قانون مكافحة للارهاب. اسأل حضرتك قبل ما نتكلم على القانون يا سيادة اللواء، يعني في حالة يعني محاولة أو مداهمة واحد من العقارات مثلا وقتل عدد من الأشخاص المطلوبين في هذا العقار من قبل قوات الشرطة، هل الموضوع بينتهي على كده في وزارة الداخلية ولا بعد كده المفروض ان بيبقى فيه كمان تحقيقات واللي موجودين في هذه العملية بيقولوا أسباب استعمالهم القوة واستعمالهم الرصاص في مواجهة الإرهابيين أو المطلوبين أمنيا وبيبقى فيه تحقيقات داخل الشرطة؟ فسر لنا اللي بيحصل في هذه الحالة يا سيادة اللواء. أنا هفسرها لك. أولا يا أستاذ هيثم، مثل هذه الواقعة بقى فيه قتل، هو بقى فيه جثث هي في العقار أو إلى آخره. تمام. ما هو أول إجراء هيتم؟ اختار مين؟ النيابة العامة. تمام. حلو قوي. النيابة العامة بتتولى الفحص. هل نشكك كمان في النيابة العامة؟ لا، فبتتولى الفحص. الداخلية هنا منتظرة واقفة كده على خط مور كده مستنية النيابة العامة. ايه المعاينة بتقول ايه؟ هل تم تبادل ولا لا؟ العدد الأسلحة اللي ظبطت معاهم مع الناس دول ولا كانوا عزل من السلاح، مفيش سلاح خالص مظبوط؟ هل كان في تبادل لإطلاق النيران ولا لا؟ يعني تم إطلاق النيران ولا لا؟ في جيران، في شهود. حلو قوي. عندما تصل النيابة العامة لا بقى، وبعدين هتولي الأسلحة التي كانت مع القوة عشان بتشوف الأعيرة ايه وبتضاهي الأسلحة اللي كانت مع القوة معاها. دي إجراءات نيابة. إذا ما انتهت النيابة العامة إلى أن هناك تجاوز من الشرطة أو من قائد المأمورية